النهارده في الفيديو ده هنتعلم طريقة عمل الستارة المكرمية اللي انتوا شايفينها. عايزة اقولكم ان الستارة دي ترندي السنة دي. اوراق الشجر زي ما انتوا شايفين سهلة جدا وبسيطة. تعالوا كده في البداية نشوف المقاسات اللي احنا عايزينها. يعني انا مثلا هنا في الستارة دي كان مقاس العصاية 90 سنتي. بدأت مثلا انا عايزة شكل الستارة يبقى معايا بالشكل ده، يبقى ده الشغل اللي انا مشغول بس، فاهمين؟ فانا هنا برسم شكل الستارة بتاعتي. طيب انا عندي هنا ده المجمل بتاع الستارة كله 2.5 متر، يعني انا عايزاها طولها كده 2.5 متر. تمام. طيب اعمل ايه بقى؟ انا بقى مثلا الشغل بس اللي عايزاه هيبقى 80 سنتي، الشغل اللي هو اوراق الشجر. فهعمل ايه؟ هضرب 80 في 5، وفي فيديو ازاي تحسبي الاطوال هحطه لكم فوق كده هيظهر، فتقدري تروحي له لو انت حابه تعملي اي مقاسات. طيب انا عندي هنا 80 سنتي في 5 اداني بالظبط 4 متر. ده 4 متر بس، ده الشغل. لكن انا لسه عندي هنا عصايه فيها حوالي 10 سنتي او 20، على حسب بقى على حسب تخن العصاية. فلو مثلا عندك 10 سنتي هتضربي 10 في 2 ب20 سنتي. عندك هي 20 سنتي مثلا، يبقى 10 في 2. المهم ان احنا بنضربها في 2 لان احنا بنقص الخيط على مفرد، مش بنقصه على مزوج خالص. تمام. هيطلع لي هنا عندي 40 سنتي. كل ده انا لسه ما حسبتش طول الستارة. انا عندي طول الستارة هنا كمان هزود عندي 2 متر، يعني هحسب ان ده نص متر اللي انا شغلاه، وهزود بالزيادة. يبقى عندي 2 متر. طب 2 متر في 2، لان انا طبعا بحسب بمفرد، فيبقى عندي 4 متر. طب لو حسبتهم بقى كلهم مع بعض هيطلعوا لي 8 متر و40 سنتي. يبقى انا هنا في الجزء ده لو انا عايزاه 80 سنتي بس الشغل، مع طول الستارة مع العصاية، هيبقى عندي 8 متر و40 سنتي. طب تعالي لو احنا عايزينها 70 متر، 70 قصدي سنتي. لو 70 سنتي هنضرب 70 في 5 هيدينا 3.5 متر. كل ده انا لسه ما حسبتش طول الستارة، بقية الستارة اللي هي ال2 متر، وما حسبتش برضو العصاية اللي انا هزود عليها الشغل او اللي هلف عليها الخيط. فعندي بالظبط هنا طلع لي 6 متر. تمام. فهي دي طريقة الحساب بتاعتنا. وبرضو الفيديو لو انتي ما فهمتيش او انا عملتها سريعا، تقدري تروحي الفيديو بالتفصيل لكل حاجة عاملاها في الفيديو. تعالوا بقى نشوف هنعمل الستارة ازاي. الستارة انا هنا اول حاجة قصيت الخيط. انا قصة الخيط على 8 متر. هبدأ بس قبل لما اشتغل او اثبت الخيوط على العصاية، هبدأ اعمل بس بصوا حاجة بسيطة كده، ان انا هبدأ اشتغل بالشكل ده على الخيط قبل ما احطه في العصاية. ليه؟ علشان شكل العصاية يبقى حلو، ما يبقاش مثلا عاملة عقدة بداية بس. وهتشوفوا دلوقتي انا هعملها ازاي. وكمان علشان لو العميل حابة ان هي تغسل الستارة من غير العصاية، فتقدر ان هي تطلع الستارة بالشكل اللي انتوا هتشوفوه هتفهموا دلوقتي. فانا جيت عملت ايه؟ جبت الخيط كده من النص وعملت بالطريقة دي. عملت بصوا نمبر 4 مرة من اليمين كده بالشكل ده، ومرة من الشمال. المفروض اعمل ايوه من الشمال. تمام. بعمل مرة ومرة. هعمل قد ايه؟ على حسب تخن العصاية برضو. يعني انا هنا عملت حوالي 5 مرات، مرة يمين ومرة شمال، 5 مرات. تمام. هيبقى معايا الشكل ده زي ما انتوا شايفين، وهتشوفوا دلوقتي وانا ببدأ ان انا احطها على العصاية. طيب انا كام خيط عندي عايزاه علشان ابدأ اعمل الشكل اللي انتوا شفتوه في الاول، اللي هو شكل الستارة؟ عايزة 8 خيوط. 8 خيوط الفهم. شايفين بقى؟ انا بصوا جبت بعد كده، بعد لما عملتها مرة يمين ومرة شمال، هبدأ بقى اثبت الخيط على العصاية بالشكل ده. زي ما قلت لكم، ليه حابين تعملوها بقى على طول، ان انتوا تثبتوا الخيط على طول بعقدة البداية عادي، تمام، مفيش مشكلة. بس ده انا عشان اسهل على العميل ان هو يقدر يغسلها، ان هو يقدر يشيلها من العصاية ويركبها تاني وهكذا. تمام. فانا هبدأ اهو اعملها كده. انا عملت عقدة البداية بس بعد لما اشتغلت الشكل اللي انتوا شفتوه ده، واكيد فهمتوا انا كنت قصدي ايه. هعمل منهم بقى 8 خيوط زي ما انتم شايفين، لان العقدة بتاعت ورق الشجر محتاجة مني 8 خيوط. اهو انا حطيت هنا 8 خيوط بالشكل ده. شايفين؟ نبدأ بقى العقدة بتاعتنا. طب العقدة بتاعتنا بتتعمل ازاي؟ عايزة اقول لكم ان العقدة سهلة جدا. بنعملها بالعقدة المزدوجة المائلة.
فطبعا ده برضو ليه فيديو هحطه لكم تحت الفيديو ده كده اللينك بتاعها. هبدأ بقى، شايفين هنا تالت خيط بالشكل ده، هبدأ اخده هو الثابت معايا اهو، شايفين ده تالت الخيط، خدت منه كده فرع من الخيط وهبدأ اشتغل الثابت معايا. طيب هشتغل ايه؟ هشتغل بقى الخيوط كده وانا رايحة باليمين. هنا الكاميرا عملت معايا بس يعني ظاهر حاجة شوية فهيبان دلوقتي. هظبط الكاميرا وهاخد بالي. ببدأ اعمل العقدة المزدوجة المائلة على الخيوط اللي هي من ايدي الشمال. وخدوا بالكم ان احنا الستارة جنبين، فالجنب الشمال اللي انا بشتغل فيه ده، فانا الخيط جاي الثابت بدأت بيه ان انا رايحة بايدي الشمال، لكن لما تيجي تعملوا الجنب التاني اللي هو من اليمين هتبقى الخيط الثابت رايح من اليمين علشان يبقى شكل الستارة يعني عارفين اللي هو تبقى جنب يمين وجنب شمال، فيبقى الزجزاج اللي هو بتاع ورق الشجر يبقى مظبوط. هنا من الناحية الشمال جاي من الناحية الشمال، وهنا من الناحية اليمين جاي من الناحية اليمين. وهبدأ بقى اشتغل زي ما انتم شايفين كده عقدة المزدوجة المائلة على الخيوط، ما عدا 4 خيوط في الاخر هسيبهم. وهنا خلصت خلاص اهو، هنا سبت 4 خيوط من هنا ومن هنا، لو واخدين بالكم سايبين 4 خيوط من هنا ومن هنا. هبدأ بقى اشتغل ورقة الشجر في الجنب ده. خلاص انا عملت الجنب المايل ده، هبدأ اخد بقى التالت خيط بالشكل ده كده، وهبدأ اشتغل عليه مجموعة الخيوط دي. تمام، عقدة مزدوجة مائلة. اشتغلت بالشكل ده، شايفين بقى اول خيط من هنا بالظبط كده اللي انا اشتغلته اول خيط ده، هبدأ اخده واشتغل مجموعة الخيوط اللي نازلة دي برضو عقدة مزدوجة مائلة، بس هشتغلها بميلة شوية، يعني هسيب شوية كده فراغات من الخيط زي ما انتم شايفين. هبدأ اشتغلها بالشكل ده. شايفين بقى اخر خيطين دول؟ انا خلاص هنا بخلص. شايفين اخر خيطين دول؟ ده المفروض ان كان ثابت معايا، لا ده انا هخليه متحرك وهخلي ده هو اللي ثابت. هشتغل ده على ده علشان اقفل ورقة الشجر تبقى مقفولة ببوس كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. يبقى انا اخر عقدة في ورقة الشجر ببدل الخيوط، بخلي الثابت هو المتحرك والمتحرك هو الثابت. تمام، بالشكل ده كده بعملها عقدة مزدوجة مائلة، وببدأ اعمل بالشكل ده بقى بايدي، افتحها كده ورقة الشجر وبس كده. ودي اول ورقة شجر بعملها معايا. طب تعالوا نكمل هنعمل ايه بعد كده بالخطوات، بنفس الخطوات دي. انا عندي ده زجزاج نازل، همسك الخيط كده، شايفين بقى الخيوط دي كلها زي ما بدأت في الاول هبدأ بقى اعمل زجزاج. انا سايبة من الجنب الشمال زي ما انتم شايفين 4 خيوط اهو، وبرده وانا شغالة العقدة المزدوجة المائلة هسيب 4 خيوط برضو اللي في الاخر، يعني مش هشتغل الخيوط كلها للاخر، لا هسيب 4 خيوط للاخر. وهنا ظبطت الكاميرا واهو سبت 4 خيوط زي ما انتم شايفين، و4 خيوط في الاول. هبدأ بقى اعمل فرع الشجر اللي انا عملته هنا، هعمله هنا من الناحية دي، هاخد تالت خيط بالشكل ده من الناحية دي، وهبدأ اشتغل الخيوط دي كده عقدة مزدوجة مائلة للاخر لحد الاخر زي ما عملت في
ورقة الشجر الاولانية. وهنا بعد ما خلصت هاخد برضو اول خيط بالشكل ده، وهبدأ اشتغل برضو كل الخيوط ما عدا اخر خيط معايا هو اللي هشتغله. هبدل الخيوط وهوريكم دلوقتي بعد ما اخلص كل الخيوط ما عدا الخيط الاخير، هنشوف مع بعض هنعمله ازاي. وهنا بعد ما خلصت اهو الخيطين هبدأ ابدل، اخلي الثابت متحرك والمتحرك ثابت بحيث ان هو يتقفل قفلة كده ايه الورقة الشجر. طيب انا ببدأ بقى اعمل عندي الجنب ده مثلا زي ما حسبناه، الاطوال بتاعه الخيوط غير الاطوال بتاعه الخيوط، يعني انا هنا قصيت على 8 متر، الجنب اللي قبليه هيبقى الجنب اللي بعديه ده بقى هيبقى اقل شويه. انا هنا هقرر بقى العمليه زي ما انا بقول لكم، هنا هقرر العمليه، لكن هاجي بقى اقص الخيوط الجنب التاني، يعني انا كل مجموعه بعملها بالشكل ده. هيبقى اقل شويه، هيبقى 7 متر، والمجموعة اللي بعد كده هتبقى اقل شوية في الشغل طبعا، فهتبقى 6 متر وهكذا علشان ما نهدرش في الخيوط. تعالوا بقى نشوف شكل الستارة في الاخر، يا رب تعجبكم. وده شكلها في الاخر، شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ حلو جدا وسهل جدا وبسيط. يا رب تعجبكم. لو وصلت للدقيقة دي ولسه ما عملتيش لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو، فاعملي لي فورا. وشكرا لكم لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.